الخراب النفوس. انا في تقديري ان ده مش بعيد ابدا عن الفتره اللي هي ال 20 25 سنه اللي فاتت، اللي هي مصر كانت فيها بتتحضر للربيع العربي. وبتتحضر للربيع العربي بايه؟ باهدار القيم والمبادئ وكل شيء. ده كده لما تجيب النموذج بتاع الحروب الرابع والخامس، الحروب الجديده هي كده. يقول لك الاول احنا بنقعد بناخد البلد دي نحطها من 15 ل 20 سنه بنضرب القيم والمبادئ والاخلاق والحاجات دي، من خلال بقى ضرب الدين، من خلال. انما اهم حاجه في الموضوع بيساعدهم في هذا الكلام دايما حاجات زي السينما والكلام ده كله. والحقيقه لما حضراتكم ترجعوا بالذاكره وتسترجعوا كده ال 20 سنه 22 سنه، كميه الافلام اللي طلعت دي مش توقع بلد، دي توقع العالم كله. فمش مستغرب عشان كده، وده كله على دماغ الرقابه، كان باعتبارها الجهاز الوحيد المعني بمكافحه الفساد في الجهاز الحكومي. الرقابه ده الرقابه على فكره بتشتغل على الجهاز الحكومي. شوف بقى الحتت الثانيه حدث ولا حرج. فده كله ما جاش من فراغ، من الاخلاق. ما انت الضمير، يا الضمير، يبقى الضمير لما تبقى مسجد وبتدفع كل اول شهر كذا عشان ما تجيش تخطب، واي حد عايز يطلع يخطب وبيقول حاجه غلط ولا بيقع واحد من المطرفين، فالعيال كلهم اتنيلوا بنيله وراحوا من بتوع اللي هو التعليم تحت السلم ده، وتلاقيهم في الجامعات الارهابيه. ما هو ده نتيجه اللي بيه ما راحش موجود وخد مكانه. ده اللي بهذه الامانه. خد بقى عندك من ده في حتت كتير جدا. هي دي المساله اللي بنعاني منها الحقيقه، وبنعاني منها لان المساله ما جاتش صدفه. على قد بقى ان احنا حصل لنا ده والكلام ده كله، لا انا عايز افكر حضراتكم، لا ده احنا شعب جميل وشعب عظيم، احنا الشعب المصري، احنا حاليا الوضع اللي احنا فيه لا احنا بعافيه. انما عشان نفتكر ان احنا لا احنا مش كده. احنا الاصل بتاعنا، عايزين تعرفوا الاصل بتاعنا، عايزين تعرفوا الشعب المصري وعظمته وشموخه وكبريائه وكل حاجه جميله فيه. ده احنا المصريين، هو ده مصر ودي المصريين اللي حوالين حضراتكم دلوقتي. اللي احنا فيه ده حدوته، هي سحابه منيله بنيله فوق فايته، ان شاء الله هتغور وهنقدر نرجع. والهد اللي هدوني فينا 25 سنه هيتصلح، والقيم والمبادئ اللي راحت هترجع. سنه 55 لما تم الحصار على مصر تماما واقفلوا البتاع ده كله، اضطر الرئيس عبد الناصر رحمه الله عليه انه يتجه الى المعسكر الشرقي الاتحاد السوفيتي عشان السلاح. وكانت اول صفقات سلاح جت لنا من تشيكوسلوفاكيا ومن الدول ديت، كان الحاجات دي كلها. ايامها الرئيس عبد الناصر عمل مبادره اسبوع التسليح. عايز اقول لحضراتكم لما تعمل اسبوع التسليح ده، تعالوا شوفوا بقى هنا المجتمع المدني اللي بنقول عليه، او تعالوا شوفوا النجوم بتوع مصر، الناس اللي معروفين في مصر عملوا ايه. عشان كده انا بلوم على نجومنا في الفن، في الطرب، في التمثيل، في اي نجوم موجودين، بلوم عليهم لان لهم دور، هم لهم خاطر عند الناس ولهم الناس بتحبهم. طب انتوا فين من الدور؟ طب انا ممكن اتفهم موقفكم، كنتوا خايفين من الاخوان، خايفين من الثوار، فقعدتوا صامتين كل السنين اللي فاتت دي. ما خلاص كله اتضحت الرؤيه، خلاص اتضحت الرؤيه، واحنا ومصر دلوقتي بتعافر. فين دوركم؟ فين دوركم انتوا؟ تعالوا شوفوا مصر عملت ايه. تعالوا شوفوا لما الرئيس عبد الناصر قال هذا الكلام، تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا فنانه زي الفنانه تحيه كاريوكا، ودي فعلا الرئيس عبد الناصر قال لها انت ست ب 100 راجل. وده مش جديد على الست المصريه، شوفوا من امتى ست ب 100 راجل اللي عملوه. الموضوع مش هتلم كام وهتجيب ايه عشان تجيب فلوس السلاح عشان تشتري السلاح لبلدك، انما